مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من قراءة النجوم، حيث نتعلم ونتعرف عن خفايا شخصيات النجوم وتأثير القراءة والثقافة عليها. يسعدنا في حلقتنا اليوم أن نلتقي بفنان عربي مصري مبدع ومثقف، له بصماته الفنية والإبداعية. قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال المتميزة. نرحب معا بالفنان العربي المثقف المصري الأستاذ عبد العزيز مخيون. أهلا بك أستاذي. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير. يعطيك ألف عافية وأنت بألف خير. يعني حلقة قراءات النجوم اليوم يمكن حيكون لها نكهة خاصة، لأنه ليس كل فنان نستطيع أن نطلق عليه لقب مثقف أو قارئ نهم. الفنان عبد العزيز معروف أنه قارئ ويقرأ في مجالات عديدة. سنتعرف اليوم عن هذه المجالات من خلال الحديث معك. بداية، كيف تصنف نفسك بين القراء؟ أصنف نفسي قارئ متعدد المجالات، أقرأ في موضوعات كثيرة. نعم. يعني عندما أحتاج للحصول على معرفة أبحث عن كتاب في هذا التخصص وأقرأ. أفتح دائرة المعارف وأقرأ. معرفة في البيئة، في النبات، في الزهور، حتى في الطعام. معرفة في التراجم، يعني في السير. نعم. أي معلومة أبحث وأقرأ.